شكر خاص لصاحب فكرة الحلقة الكابتن عبد الحليم أحمد. زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الداء، كمان خلق الدواء. والدواء ليه أشكال صيدلانية كتيرة ومعروفة. وبما إني صيدلي، أكيد ما لقيتش مادة علمية أغنى وأرقى من كده عشان أتكلم عنها في البرنامج. أحب أقول لكم إن محتوى الحلقة علمي صريح، ومش عايز أي حد يشعر بالخجل أو الحرج. كلنا مرينا بالتجربة دي، ومفيش حد يستعبط ويقول لي أنا ما خدتش لبوس في حياتي. أحب أقول لك إنك خدته وكتير كمان، ولو لسه في العمر بقية هتوصل لمرحلة إنك هتاخده برضاك أو غصب عنك. لأن اللبوس كتجربة على قد ما هي قاسية، على قد ما هي في بعض الأحيان ممكن تكون الحل الأمثل أو الوحيد لمشكلة مرضية أنت ممكن تتعرض لها. وبعدين الحياة مليانة خوازيق بتاخدها برضاك أو غصب عنك وبدون مبرر أو سبب، فما جاتش يعني على اللبوس الغلبان اللي هيعالجك. السؤال الصعب اللي بيدور بين الناس وأعتقد إن محدش جاوب عليه لحد دلوقتي: اللي اخترع اللبوس تعب قد ايه لغايه ما اقنع الناس بالفكره؟ ايوه، اكيد تعب جامد. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفك المفتكس مع أحمد مجدي، ومعادنا النهاردة مع حرف جديد هو حرف اللام، اللبوس. لكل داء دواء، دي حكمة قديمة بتعكس الأمل بأن أي مشكلة صحية بإذن الله لها حل. وده لأن الطب بيتقدم باستمرار بفضل الأبحاث المستمرة التي تهدف إلى إيجاد علاج لكل الأمراض المعروفة. وزي ما احنا عارفين إن في صور صيدلانية للعلاجات دي، في سؤال منطقي لازم نطرحه لنفسنا: العلاج هيدخل الجسم إزاي؟ الإنسان كان قدامه طريقتين: إما إدخال الدواء عن طريق فتحات الجسم المعروفة، أو إنشاء فتحة ويدخل فيها العلاج، زي بالظبط حالة الحقن كده. في علاجات بتصنف Systemic Treatment، وده العلاج اللي بيبقى تأثيره يشمل الجسم ككل مش منطقة محددة، عن طريق دخول المادة الفعالة بتاعته لمجرى الدم. بمعنى إن أنا لو عندي حرارة أو سخونية مثلا وخدت لها علاج معين عن طريق الفم، فالمادة الفعالة اللي في الدواء هتوصل لمجرى الدم وتنزل درجة الحرارة، فيبقى ساعتها Systemic Treatment. زي أغلب العلاجات اللي بناخدها عن طريق الفم، الأقراص والكبسولات وأدوية الشرب بأنواعها، والعلاجات كمان اللي بتتاخد عن طريق الحقن في الدم طبعا. وفي علاجات تانية بتصنف Topical Treatment، ودي العلاجات الموضعية، زي المراهم والكريمات والجل، قطرات العين، قطرات الأنف، الأذن. معلومة صغيرة عن الماشي: مش كل الأدوية اللي بتتاخد عن طريق الفم تعتبر سيستميك، لأن مش كلها بيتكسر في القناة الهضمية ويخش الدم. يعني مثلا أقراص الفحم اللي بتستخدم لعلاج الانتفاخ لا يتم امتصاصها، بتقوم بعملها في الجهاز الهضمي وبعد كده بتنزل مع الكيكي. وحاجات تانية بقى كتير، علم كبير قوي معمول له كلية مخصوص لدراسة علم الصيدلانيات، Pharmaceuticals. نرجع تاني لموضوعنا: اللبوس، أو اللي بيسمى في السعودية باسم التحاميل، والمعروف علميا باسم Suppository. زي ما في حاجات كتيرة في الموروث الشعبي عندنا عيب، ساعات كمان مجرد انك تجيب سيرة اللبوسة بيبقى محرج، وده طبعا عشان اللبوسة بتعالج عن طريق ادخالها في فتحة الشرج. وساعات كمان مجرد ان انت تتكلم وتقول اللبوس في حد ذاتها ده شيء مضحك وحاجة مسخرة يعني. سفالة وحاجات اللي تقدم من دي. لا، طيب، السؤال اللي الناس كتير بتسأله: ازاي اللي اخترع اللبوس اقنع الناس باستخدامه؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نرجع بالزمن لورا حبتين. احنا طبعا عارفين ان مخترع الطب واساتذة العالم في المجال ده هم اجدادنا المصريين القدماء. برديات كتيرة جدا اتكلمت عن الطب والعلاج عند القدماء المصريين، واسمحوا لي أكد إن اسمهم القدماء المصريين مش الفراعنة. وأقدم وثيقة تاريخية طبية موجودة في العالم هي بردية إيبرس، ودي اتكتبت تقريبا سنة 1550 قبل الميلاد. ودي عبارة عن 110 صفحة بتتكلم عن الطب في مصر القديمة، بتوصف بعض الأمراض والأعشاب والأدوية اللي كانوا بيستخدموها. الشيء المثير للدهشة إن البردية دي اتكلمت عن بعض العقاقير اللي كانت بتستخدم كعلاج، وطريقة إدخالها للجسم بيبقى عن طريق فتحة الشرج. المعروف عند بعض الحضارات القديمة ومنها الحضارة المصرية طبعا إن الحاكم أو الملك بيكون حواليه مجموعة من الأطباء. بس الموضوع مبيبقاش عشوائي كده، ده كل دكتور مختص بمرض محدد أو بعضو محدد. يعني في دكتور مخصوص للعين الشمال، ودكتور للورك اليمين، ودكتور فعلا كان في دكتور مخصوص لمستقيم الملك، وده ما كانش شيء عيب عندهم. وده ببساطة لأنهم كانوا أساتذة في الطب وعارفين إننا نقدر ندخل الأدوية للجسم من خلال المنطقة دي. وفي بعض الحقب الزمنية كان موضوع أخذ اللبوس مقتصر بس على الطبقة الحاكمة، يعني الملك والحاشية بس هم اللي بياخدوا اللبوس لا مؤاخذة، إنما عامة الشعب كانوا محرومين حتى من اللبوس. احمد ربنا بقى وبوس إيدك وش وظهر إنك لاقيه وبتاخده،
غيرك ما كانش لاقيه وكان نفسه ياخده. هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه. طبعا. بفكرك بالتفاعل مع الفيديو عشان يقدر يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. لايك وشير وسيب رايك في الكومنت. مع مرور الزمن ظهرت الحقنه الشرجيه، ودي عباره عن وعاء محطوط فيه دواء في صوره سائله ومتوصل بخرطوم في نهايته جزء بلاستيكي صلب بيدخل في المستقيم، وبعد كده اتطور الشكل ده وبقى في صوره اكتر سهوله في الاستعمال. في بدايات القرن ال18 توصل الانسان لاختراع القرن اللي غير شكل العالم كله وخلى تعاطي الدواء عن طريق المستقيم امر اكتر سهوله، وهو اللبوس بشكله المعروف حاليا. الهدف ببساطه اننا ندخل الدواء للمكان ده مباشره دون ما نحتاج لحقنه شرجيه او خراطيم وشغلانه، وبدون ما تستعين بحد. يعني ممكن ببساطه تاخد اللبوس لوحدك من غير ما تحتاج حد يديها لك. الفكره اننا عشان ندخل مواد صلبه للجسم من المنطقه دي في شكل السوليد دوزج فورم او الماده الصلبه يعني امر صعب وغير محتمل. وادخال السوائل اللي هي الليكويد دوزج فورم بيحتاج استعانه بادوات وعاء وخراطيم وجزء صلب وشغلانه سودا. الا لو كنت بقى بتفكر تقلب العيان صب في مصلحة المواطن. أنا أرجوكم بطلوا صب. هنا بقى ظهرت فكره استعمال السيمي سوليد دوزج فورم اللي هي الشبه صلبه، وده باختصار ماده بتبقى صلبه بدرجات الحراره القليله، لكن مجرد ما تدخل الجسم درجه حراره الجسم بتحولها لصورتها السائله، وبالتالي بتنطلق منها الماده الفعاله. المواد دي زي الجيلاتين وزبده الكاكاو مثلا. لو كان التاثير المطلوب تاثير سيستميك يعني لازم يدخل الدم، فده بيتم عن طريق امتصاص الاوعيه الدمويه اللي في المستقيم للماده الفعاله وادخالها لمجرى الدم، زي في حاله لبوس خفض الحراره مثلا. اما لو كان التاثير المطلوب موضعي فده امره سهل، لانه هيجيب التاثير بمجرد ما اللبوسه تدوب، زي في حالات البواسير. واللبوسه لها اشكال عديده اشهرها الشكل البيضاوي وشكل التوربيد او الرصاصه. طب احنا ليه مجبرين اننا ناخد العلاج بالطريقه المهينه دي طالما في طرق تانية كتير اكتر كرامه؟ والله العظيم تتعرضوا لاهانات ملهاش حدود يا جماعه. ازاي الدكاتره قدرت تقنع المرضى باستخدام اللبوس اصلا؟ الحقيقه ان الناس هم اللي اختاروا بقوه انهم يستعملوا اللبوس. ايه ده؟ اختياراتي مدمره حياتي. وده ببساطه لان اللبوس كان الحل الامثل لمشاكل صحيه كتير الواحد بيقابلها، اهمهم مع الاطفال تحديدا. الاطفال في فتره الرضاعه ممكن يظهر عليهم اعراض اهمها واخطرها طبعا ارتفاع درجه الحراره، وفي السن الصغير ده ما ينفعش ندي الاطفال دواء شرب من بقه بالكميه المناسبه لتخفيفه، وهنا بيبقى الحل المثالي هو اللبوس. بل في سن اكبر شويه من فتره الرضاعه الاطفال احيانا بيرفضوا ياخدوا الدواء بسبب طعمه، او في بعض الاحيان بيمتنعوا عن الاكل، والكبار كمان. ممكن استخدام اللبوس يكون مفضل في الحالات اللي المريض فيها فقد الوعي، وطبعا هو الاختيار الاول في حالات التهاب البواسير. وبكده يبقى احنا عرفنا اهميه اللبوس وازاي الناس اقتنعت باستخدامها، وانه شيء مهم ومش حاجه عيب. ولما حضرتك او حضرتك يكتب لكم البوس في الروشته ناخده بهدوء ومن غير تردد. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا استهدي بالله وقوم اقلع هدومي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وهنتظر اسمع رايكم في الكومنت. كان معكم نادر سيف الدين من امام احدى بيوت الدارة. باي باي قطة. الفك المفتكس احمد مجدي.